بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي بالله واحبتي، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن سورة قريش وازاي بتنمي المال. بتنمي المال ازاي؟ طبعا انتوا عارفين ان القرآن الكريم كله بركة واسرار عظيمة خلقها المولى سبحانه وتعالى، فاحنا لازم ناخد بالاسباب. كل القرآن الكريم مفيش سورة من القرآن الكريم الا وليها سر عظيم وليها فوائد وليها اثر ايجابي على البشرية. طبعا ربنا يجعلنا من ان شاء الله ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقراءة القرآن الكريم ده شيء عظيم لينا ونفع لينا ولحياتنا ولأولادنا. تمام. في بركة. طبعا سورة قريش حمد الله على الصلاة والسلام اتكلم عن سورة قريش وان هي سبحان الله بتأمن فيها الأمن والأمان والبركة. فاحنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن فوائدها وأسرارها العظيمة على جلب المال والبركة في المال. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بالله عليكم اشتراك ولايك وشير لحبايبكم عشان الكل يستفاد، وما تنسوش تكتبوا لي دعوة حلوة كده منكم وصلوا على النبي في الكومنتات بإذن الله. هنجيب أي فلوس داخله لكم هنجيبها، أي فلوس جديدة داخلة بيتك جيبك أو إيدك. هنمسك الفلوس كده ونقرأ عليها سورة قريش 7 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. بنقرأها 7 مرات بإذن الله. هتلاقي ربنا مبارك في الفلوس، وهتلاقي الفلوس بتزيد ازاي. دي معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده سر سورة قريش لما نقرأها على أي فلوس داخلة. تمام. كمان ست البيت لما بتيجي تطبخ او تعمل اكل، وهي بتعمل اكل وهي بتلف كده بالمعلقه على الاكل، تقرا برضو سوره قريش 7 مرات او فاتحه الكتاب 7 مرات، لان القران الكريم فيه عظمات واسرار وبركه سبحان الله بتجعل كل الحياه مملوءه بالبركه والوفره والغنى. فسوره قريش قراءتها على الفلوس بتبعت على الوفره والبركه والامن والامان من المولى عز وجل. فأتمنى إن كنتم ما تنسوش تقرأوا سورة قريش على الفلوس إن شاء الله، واكتبوا لي في الكومنتات إيه رأيكم. إن شاء الله هتدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، وربنا يا رب كده يرزقنا وإياكم البركة والوفرة والغنى والثراء إن شاء الله بفضل القرآن الكريم وبعظمة وأسرار القرآن الكريم. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتصلوا على الحبيب ودعوة حلوة منكم. بحبكم كلكم في الله. دمتم بصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.